ازيكم يا احلى زملكاويه في الدنيا؟ زي ما عدناكم كل يوم هنعمل موضوع او فيديو عن اخبار الزمالك. اليوم هيبقى يوميا مستمر معانا بامر الله على مدار السنه، وهنتكلم فيه على بعض العناوين اللي هنقراها لكم دلوقتي مره واحده، وبعد كده هنبتدي نشرح ايه او هنقرا ايه اللي جوه العنوان، وبعد كده هنسيب في اخر الموضوع كله التوقعات بتاع مباراه الزمالك ونصر حسين ضاي يوم الاحد المقبل في الكونفدراليه الافريقيه اللي هيتلعب الساعه 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعوديه و8 مساء بتوقيت الامارات. عايز كل واحد بيشاهد الفيديو ده يحط تعليقه ويتوقعوا المباراه، ويا ريت يا جماعه يا ريت احنا كلنا نعتبر زملكاويه لان دي القناه اسمها مصطفى الزملكاوي. اي حد زملكاوي يدخل متفائل، انا دايما بشوف الزمالك كسبان يبقى هدخل هقول الزمالك هيكسب 1 2 3. توقعي قبلكم اهو ان شاء الله نفوز 2-0 او 3-0. يلا نروح للعناوين. معانا اول عنوان بيقول حيرة لدى جروس قبل مواجهة نصر حسين ضاي بسبب خط الوسط. كواليس استبعاد أيمن حفني من رحلة الجزائر لمواجهة نصر حسين ضاي. مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل التوجه للجزائر لا أريد تلك النتيجة. جروس بيؤمن بأن تلك الطريقة قد تجعله يدفع الثمن أمام بطل الجزائر. جروس بيستبعد هؤلاء من رحلة الجزائر لمواجهة نصر حسين ضاي. حارس الأهلي يعترف ثنائي الزمالك الأفضل في مصر. جروس بيعلن قائمة الزمالك اللي هتتجه للجزائر لمواجهة نصر حسين ضاي. استبعاد ثنائي الزمالك من رحلة الجزائر. لاعب الأهلي الزمالك فوتني ولن أعود إلا أساسيا. نجم سموحة يرحب بالانضمام للزمالك إذا رغب الأبيض في ضمه. ونيجي الأول العنوان معانا يا جماعة اللي بيقول حيرة لدى جروس قبل مواجهة نصر حسين ضاي بسبب خط الوسط. كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك ان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بيشعر بالحيرة بسبب وسط ملعب الفريق خلال مباراة نصر حسين ضاي في الكونفدرالية الافريقية بعد غدا الاحد، حيث ان هناك اقتراح بان يلعب بثلاث لاعبين في منطقة وسط الملعب وهم فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز معا منذ البداية حتى يسيطر على وسط الملعب ويحافظ على التوازن الهجومي والدفاعي. بينما يخشى جروس من ذلك حيث أنه لم يلعب بتلك الطريقة منذ بداية الموسم، وبالتالي يخشى من تغيير طريقته اللي اعتاد عليها من أول الموسم، وهي ثنائي في وسط الملعب وثلاثي هجوم تحت رأس الحربة. وغادرت بالفعل بعثة فريق الزمالك متجه إلى الجزائر، ومن المنتظر أن تصل مساء اليوم على أن يبدأ الفريق الاستعداد لمباراة بعد غد. وبيترأس البعثة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي، وبيرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق. ومن المتوقع أن يتواجد شيكابالا معهم في المدرجات. مبدئيا يا جماعه حاب بس اعلق على العنوان ده قبل ما ندخل في العنوان اللي بعد كده. انا شايف ان جروس ما دام بدا يفكر في تغيير الخطط دي مبدئيا حاجه كويسه، لانه هو كان دايما زي اللي حافظ مش فاهم، فما شاء الله في تطوير، وبدا يتكلم ان هو عايز يخلي ثلاثه في خط الوسط طارق حامد وفرجاني ومحمود عبد العزيز، ودي برضو حاجه كويسه. بس خلينا نشوف تغييراته هتعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي، وهنشوف التشكيله في العنوان اللي هيجي على الدور. العنوان اللي معانا يا زملكاويه كواليس استبعاد ايمن حفني من رحله الجزائر لمواجهه نصر حسين ضاي. تم استبعاد اللاعب ايمن حفني صانع العاب الزمالك من قائمه الفريق اللي اتجهت الى الجزائر لمواجهه فريق نصر حسين ضاي الجزائري في الجوله السادسه والاخيره من الكونفدراليه. وكان ايمن حفني قد خرج من حسابات جروس بالامس بسبب استمرار تاهيله، ولم يخوض المران الجماعي للفريق الذي تم بالامس. بينما تغيب ايمن حفني عن تدريبات الفريق اللي اقيمت صباح اليوم في ملعب النادي استعدادا للتوجه الى الجزائر. وغادرت بالفعل بعثه فريق الزمالك متجه الى الجزائر، ومن المنتظر ان تصل مساء اليوم على ان يبدا الفريق الاستعداد لمباراه غد. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه هو مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل التوجه للجزائر لا أريد تلك النتيجة. طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من لاعبي الفريق ضرورة تحقيق الفوز خلال مباراة نصر حسين ضاي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في الكونفدرالية. وأكد رئيس الزمالك لاعبيه قبل التوجه للجزائر أنه لا يريد نتيجة التعادل على الرغم من أنها تؤهل الفريق إلى دور الثمانية، وطلب منهم تحقيق الفوز على بطل الجزائر في ملعبه. ووعد مرتضى منصور لاعبيه بمكافآت ضخمة في حال تحقيق الفوز في مباراة الأحد وضمان تصدر المجموعة. طبعا يا جماعه احنا شايفين ان مرتضى منصور بادئ يحفز اللعيبه 50,000 جنيه لكل لاعب في حاله المكسب. كهربا قال له انت لو جبت جوان الجون هيبقى ب 150,000، يعني لو جبت جونين هتشيل ال 300,000 اللي عليك، الغرامه اللي عليك. هو مسك على حداد طبعا سايب عليه الغرامه زي ما هي، ما رضاش يشيلها بسبب وقوفه على الكوره. ففي شويه حاجات عجبانه في مرتضى منصور ان هو بيعملها كتحفيز. المره دي قال لك ان في مكافاه كبيره، هو ما صرحش عنها هي هتبقى ايه، بس اكيد هتبقى مكافاه ماليه كبيره جدا.
فدي حاجه كويسه، وممكن يطلعوا عمره في رمضان. كل حاجه متوقعه من مرتضى منصور الفتره دي، فده حافز جميل جدا. وانا معاهم ان احنا ما ينفعش نلعب على التعادل، لان انت لو لعبت على التعادل لا قدر الله هتخسر. ففي كلتا الحالات لازم ادخل العب على الفوز، وبامر الله هنفوز 2 أو 3. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه، جروس يؤمن بأن تلك الطريقة قد تجعله يدفع الثمن أمام بطل الجزائر. بيعكف الجهاز الفني للزمالك على دراسة ووضع الخطة المناسبة للمباراة بعد غدا أمام نصر حسين ضاي الجزائري في الكونفدرالية، وبيرغب جروس في وضع خطة متوازنة لضمان الخروج من المباراة بشكل آمن، خاصة أن الفريق يكفيه التعادل على عكس بطل الجزائري اللي بيحتاج للفوز وبالتالي سيلجأ إلى الهجوم. وبيؤمن جروس بأن من يدافع طوال الوقت يدفع ثمن الأخطاء غالبا، وبالتالي يسعى جروس إلى التوازن في خطته وخطف هدف مبكر يربك حسابات الفريق الجزائري ويصيبهم بالتوتر. في حالة إن أنت مادام لعبت على الهجوم وضربت الجون الأول لا قدر الله هم بعد كده جابوا جون، خلاص يبقى أنت على الأقل خالص وصلنا للتعادل، فلازم ندخل على الفوز بأمر لا نكسب 2 يا 3. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه، جروس بيستبعد هؤلاء من رحلة الجزائر لمواجهة نصر حسين ضاي. اصطحب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك 23 لاعب معه إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق نصر حسين ضاي في الجولة الأخيرة بعد غد في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر. بينما استبعد جروس كل من مصطفى فتحي للإصابة إنه بيتعالج في إنجلترا ندعيله بالشفاء ربنا يشفيه، وايضا ايمن حفني لاستمرار التاهيل من الاصابه، ان ايمن حفني برده كان عنده اصابه فلسه ان هو يرجع وبنتمنى له الشفاء لان احنا نفسنا نتفرج على الثنائي ده قوي. وايضا استبعد كل من محمد ابراهيم ومحمد حسن لاسباب فنيه. وستتجه البعثه اليوم مباشره للجزائر للاستعداد لمواجهه الحسم وحجز تذكره العبور لدور الثمانيه. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه، حارس الاهلي احمد عادل عبد المنعم بيعترف بثنائي الزمالك الافضل في مصر. تحدث احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاهلي السابق والمقص الحالي عن شكل المنافسه على الدوري هذا الموسم. يرى ان المنافسه هذا الموسم صعبه جدا خاصه في ظل تواجد الزمالك، حيث اصبح الدوري يشهد حاليا منافسه قويه بين الزمالك والاهلي وياتي بعدهم وبيراميدز. واعتبر احمد عادل عبد المنعم ان فرجاني ساسي لاعب الزمالك افضل لاعب في الدوري المصري حاليا ومن اللاعبين الذي يخشاهم، حيث ان ساسي له مهارات خاصه وقدرات معينه. كما اعتبر ان الحارس محمود جنش حارس مرمى الزمالك هو افضل حارس مرمى حاليا، واعتبر ان ترتيب حراس المرمى في مصر بياتي محمود جنش بعد الشناوي ومحمد، بعد احمد الشناوي ومحمد عواد، شدد ان الرباعي بيقدم مستويات مميزه في الفتره الاخيره. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه، وهو ان جروس بيعلن قائمه الزمالك اللي هتتجه للجزائر لمواجهه نصر حسين ضاي، او التشكيله المقرر لها انها تكون موجوده هناك، بس مش التشكيله اللي هينزل يلعب بيها. كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن قائمه الفريق اللي هتسافر الى الجزائر لمواجهه فريق نصر حسين ضاي في الجوله الاخيره من الكونفدراليه بعد الغد الاحد، وبتضم القائمه محمود جنش وعمر صلاح وعماد السيد في حراسه المرمى، وخط الدفاع كل من محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وبهاء مجدي وعبد الله جمعه وحازم امام. في منتصف الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز واحمد زيزو واحمد مدبولي ومحمد عنتر وكهربا ويوسف اوباما وابراهيم حسن، وفي الهجوم خالد بوطيب وحميد احداد وعمر السعيد. ويا ريت يا جماعه برضو قبل ما نكمل الفيديو الاخبار اللي معانا تنزل تحت في التعليق بسرعه وتقول لي التشكيله اللي انت عايزه يلعب بيها او المتوقع ان جروس هيلعب بيها واللي انت بتتمنى ان هو يلعب بيها سواء من الدفاع او خط الوسط او الهجوم. عايزه يبدا بخالد بوطيب ولا بعمر السعيد، احداد ولا كهربا؟ يا ريت يا جماعه. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه، وهو استبعاد ثنائي الزمالك من رحله الجزائر. كشف مصدر من داخل الزمالك ان السويسري كريستيان جروس زي ما قلنا استبعد ايمن حفني ومحمد ابراهيم من تشكيله الفريق، هم كان العنوان اللي فات ايمن حفني ومصطفى فتحي. بعد كده قال لك ايمن حفني ومحمد ابراهيم من تشكيله الفريق بتتجه اليوم الى الجزائر لمواجهه فريق نصر حسين، ده يعتبر عنوان مقرر. نيجي العنوان اللي بعد كده، لاعب الاهلي بيقول الزمالك فوتني ولن اعود الا اساسيا. كشف حسين السيد ظهير ايسر الاهلي المعار للاتفاق السعودي عن دخول في مفاوضات سابقه مع نادي الزمالك، واشار حسين السيد عبر التصريحات التلفزيونيه له ان ينتظر موقف الاهلي بشان العوده لخوفه من عدم، واضاف ان لن يقبل بالجلوس بديلا في الاهلي في حال عودته، ولن يقبل الا بالتواجد اساسيا في تشكيل الفريق. وواصل أنه يمتلك عروضا أخرى في السعودية والخليج، ووجه الشكر لفريق الاتفاق اللي عاده من جديد إلى مستواه الجيد، وأكد أنه لن يلعب في أقوى دوري في المنطقة العربية ويلعب باستمرار، وتمنى أن ينظر إليه الجهاز الفني للمنتخب. آخر عنوان معانا يا زملكاوية، وهو أن نجم سموحة بيرحب بالانضمام للزمالك إذا رغب الأبيض في ضمه. كشف مصدر صحفي من داخل الإسكندرية أن محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بيرغب في التواجد في نادي الزمالك في الموسم المقبل، وذلك في حال ما رغب الزمالك التعاقد معه خلال الموسم المقبل فإنه سيكون مرحب بالتواجد في القلعة البيضاء. وأكد المصدر الصحفي من الإسكندرية أن اللاعب سيختار الزمالك اذا جاء عرض من نادي قمه، ومن نادي القمه، يعني لو الاهلي والزمالك عرض عليه هو موافق ان هو يروح الزمالك، لان هو شكله في الاصل زملكاوي، وذلك لانه لعب سابقا في الزمالك وبيشعر بالراحه بداخله.
ابو جبل حتى الان لم يحدد تعاقده مع سموحه، وشدد عبر تصريحات سابقه انه يرغب في الانضمام الى نادي جماهير ينافس من خلاله على البطولات. الزمالك حتى الان لم يحسم مصير التعاقد مع حارس مرمى خلال الموسم المقبل في ظل تواجد حارس محمود جنش وعماد السيد والناشئ عمرو صلاح. وبكده يا جماعه نكون خلصنا فيديو النهارده. يا ريت ما تنسوش تعلقوا بالتشكيله المتوقعه واللي انت عايزها تلعب في مباراه مصر حسين ضاي المقرر يوم الاحد الساعه 6 مساء بتوقيت مصر. وكمان يا جماعه ما تنسوش تحطوا التوقع بتاع النتيجه اللي انت عايز الماتش ينتهي بيها، ويا ريت يبقى فيه تفاؤل. سلام.